صلوا وسموا وباركوا على رسول محمد، وخشوا برجلكم اليمين واتفرجوا بقى وقولوا ما شاء الله الله أكبر. زي ما احنا عارفين الفترة اللي فاتت كنا بنجدد في الصولة، وطبعا زي ما انا قلتلكوا اختاروا معايا الألوان وعايزة ألوان سادة. فطبعا سبحان الله أوقات الواحد بيبقى حاطط حاجة في مخه وبيروح عند بتاع اللي بيعمل الركنيات أو بيجدد الركنيات، بيختار حاجة تانية أو شكل تاني أو نظام تاني، وده اللي حصل معايا داخل الفيديو ده. أنا كنت داخلة أنقي حاجة أو أنا داخلة وفي هدف في مخي، بس سبحان الله يعني اللي كاتبه ربنا ايه هيجيبه لنا. شايفين أكيد كل حاجة بعينيكوا، شايفين الترتيب، شايفين النظافة، شايفين الحاجة شكلها أصلا عامل ازاي، شايفين الصولة. هنا حبيت ان انا اصور لكم يعني الصالة في كل حاجة فيها تشوفوها من طقطق لسلام عليكم، من بعد ومن قريب. عايزاكم داخل الفيديو تقولوا على كل حاجة، حلو وحش رخم رزل، كل حاجة تقولوها داخل الفيديو ده. كده منظر الركنية من بعيد ومن فوق ومن كله. ودلوقتي كمان هقرب الكاميرا على الركنية وهنشوف. كمان انا فرشت بقى السجادة تحت الصيف، الجو حرر الدنيا بتأيد نار. تعالوا بقى نصلي ونسمي وندخل على الركنية. ده لون الركنية، ولون الركنية عندي بيتغير يعني الشكلين. يعني بصوا ده بقى النظام اللي طالع جديد، ماشي؟ ده النظام اللي طالع جديد. كان انا بقى على ايام فرحي كان الوان ثابتة يعني مش بتتحرك زي كده، ماشي؟ انا هنا طبعا يختار الثلاث مخدات يبقى فيهم وردة حمراء. ليه؟ منقوشين كمان عشان الستاير عندي منقوشة وفي نفس الوقت فيها احمر، وانا عندي جدار كامل احمر. شايفين الوردة الحمراء هتبقى لايقة على الستاير ولايقة في نفس الوقت على المخدة وفي نفس الوقت على الجدار بتاع الحيطة. شايفين ادي مخدة 2 3 والجدار اللي وراها احمر. ما كده ايه كسرنا لون الركنية، وفي نفس الوقت خليت الركنية لايقة على الصالة، وفي نفس الوقت انا عندي الوان في الصالة نفس اللون. يعني شايفين الركنية نفس لون الحتة اللي جنب الركنية. لاحظوا بسرعة قبل ما الكاميرا تتحرك. هنا حبيت ان انا احط مصلية بالمنظر دوت، وحبيت برضو ان انا احط الناحية التانية برضو مصلية، يعني عشان تحافظلي على ايد الركنية ومش تتبهدل والكلام ده. ادي شايفين نفس الوردة نفس لون الجدار نفس النقشة نفس كل حاجة. طبعا الركنية جاي مش عارفة فيها 7 مخدات ولا 8 مخدات، بتالي 7 والله ما فاكرة. بصوا هنا 3 وفي واحدة في النص 4 وفي 2 الناحية التانية يبقى 5 6. 6 لا يا رب 7. بصوا عشان هنا حديد 3 و3 واحدة 7. وحبيت بقى ان انا اكسر اللون واحط مفرش ابيض اهو زي ما انتوا شايفين، حاطه مفرش ابيض على الترابيزه. شايفين الشكل من بعيد عامل ازاي؟ والله يا بنات مش هتصدقوا الكاميرا قسما بالله ظالمه اللون بتاع الصوله. مش الكاميرا، النور انا عندي ضعيف في الصوله، انا عندي اللنده ضعيفه غير الناحيه التانية ما فيهاش لنده. طبعا دي ظالم الركنيه، والله يا بنات الركنيه مظلومه حرفيا. الركنية احلى من كده، اجمل من كده، اشيك من كده. شايفين السجادة قدنا على الركنية. طبعا مش دي نفس السجادة اللي انا كنت فرشاها في العيد. السجادة اللي انا كنت فرشاها في العيد بالنظام اللي انا كنت فرشاها في العيد هينزل لكم بعد الفيديو ده تمام. طوالي ماشي، طوالي هينزل اهو. ده منظر الركنية. حبيت ان انا اختار لون رقيق. ده منظر الركنية يعني اللي قاعد على الركنية شايف الشاشة، شايف الجدار ده كليته عبارة عن شاشة. عامة الحتة اللي تحت مش هتركزوا فيها، دي زي رطوبة كده وقعت الدهان كده، يعني الحتة دي يعتبر زي الرطوبة كده. ما احنا قلنا ان شاء الله الجدار ده هغير لونه، يعني كلها يومين او 3 وهغير لونه. المهم هنا بقى حبيت ان انا احط التسجيل واحط الصب الصغير دوت. التسجيل دوت انا حابه قوي اشغله الصبح كده على حب القران، او انا نايمه اشغله على القران. تحسي بيدي يعني للصاله وللشقه روح كده جميله. ما بصراحه انا بحب ان انا ايه على طول ايه مشغله القران وكده. المهم كده بقى منظر الصاله وجمال الصاله وحلاوه الصاله. الصاله بصراحه مقطقطه وجميله كده. ودوت كده اوضه الاطفال، وده فرش العيد اهوت.
هو ايوه الفيديو نزل متأخر كتير اوي عن ميعاده، بس يلا بقى سامحوني. اهوت دي البلالين برضو تحت العيد. المهم دي منظر الأوضة وشكلها رقيق كده وجميل وحلو. وهوت والستاير بقى والمفارش. بصراحة يعني الشقة عاملة شغل عالي، عالي وفاخر من الآخر. ادي اوضة الاطفال، دي اوضة اطفال بتاعت ادم، ربنا يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه. دي اوضته. بعد كده مشيت على الطرقة اهوت. حبيت ان انا اصور لكم كل حتة في الشقة. دي الطرقة وده النيش. النيش كده عبارة دوت حبة كاسات كده متشكلة، ودي كمان كاسات متشكلة، وده الصيني. انا طبعا عندي كمية سن عالية بصراحة. ودي حبة قمة كاسات متشكلة، وده طوق او قهوة. ودوت صيني، وطلعت صيني. انا ما شاء الله يعني عندي كمية صيني، يعني صيني يعني. المهم دي اوضة روفان اهوت. تبقى منظرها في العيد وجمالها وحلاوتها وشقاوتها وكله. شكلها يعني خط كده بس جميلة. اهو دي منظرها. طبعا العيد ليه تفاريح وليه حاجات جميلة قوي وليه مميزات كتير قوي. كده المنظر ومنظر التسريحة، وعليها مفرش كده لون التسريحة بالظبط اهوت. ودي بقى السجادة. يعني الالوان انا حبيت ان انا اختار مفرش احمر ومراية حمراء عشان تبقى يعني شبه السجادة وكده. وادي دي منظر الطرقة، ودي اوضة النوم. اوضة النوم انا حبيت افرشها كأنها يعني اول يوم زفاف، فاهمين انتوا؟ يعني احس بقى بفرحة العيد، واحس بقى بالتغيير، واحس شقتي كأن لسه يعني دبة رجلي فيها، فاهمين انتوا؟ كأني زي العروسة بالظبط. ما انا حبيت ان انا انظم شقتي بالنظام دوت، حبيت ان انا ارتب شقتي بالنظام دوت. في ناس بيحبوا يجيبوا ملايات جديدة في العيد. في ناس بيحبوا يفرشوا مفرش الدخلة والحاجات زي كده. في ناس بيحبوا يعني يبقى بيتهم بطريقة عادية، يعني يفرشوا أو يغيروا بس يعني مش يجددوا. بس أنا بصراحة بحب التجديد، وبحس التجديد ده مطلوب. اللي احنا بنمل، احنا بنيجي ساعة وبنقف ونمل. ما أنا بصراحة بحب التجديد وبحب التغيير وبحب ايه، الروح الإيجابية ديت. دي كده بقى منظر مطبخي بالترتيب وبالنظافة وبالنظافة اللي انتوا واخدين عليها، اللي انتوا تشوفوها على طول معايا في الفيديوهات. النظام والحلاوة والنظافة والريحة النظيفة اللي بتبقى طالعة لكم من الفيديو من ريحة مطبخي. الناس كلها تشهد لي ان انا مطبخي بقدر ان انا احافظ عليه ال24 ساعة في ال24 ساعة، يبقى نظيف بالطريقة دي والحلاوة دي. اهوت شايفين؟ اه. اوقات بنتعب اوقات بنتكاسل، بس لا طرق المطبخ نضيف مهما احنا مش سايبين ولا معلقة ولا طبق. عيد بقى مش عيد، المطبخ لازم يبقى نضيف. دي اللي انا ايه، حتى ترتيبي عليه وتركيز عليه. المطبخ ال24 ساعة يبقى يعني ايه بالترتيب والحلاوة دي. كده بقى خلاص، دي المطبخ وشكل المطبخ، ودي التلاجة كده في وش المطبخ. والمطبخ جنب التلاجة بقى، والبوتاجاز والغسالة والفرازر والتر